عارف معانا فيلم مين يا صديقي؟ ايوه، هو المهرج المجنون. تعالوا نكمل ملخص الجزء الثاني. بتبدأ احداث المنا مع المهرج ارت المجنون، وبنشوفه في مشهد قتل الدكتور اللي وقفنا عنده في الجزء الاول، وبنشوف الدكتور وهو بيزحف علشان يستعين بالطوارئ، وساعتها بنلاقي ارت واقف بيكتشف تفاصيل الحادثة بتاعته، وبيروح ارت للدكتور بأداة بتكون موجودة شبه الشاكوش، وبيبدأ يخبطه في دماغه لحد ما يعمل حفرة بلي فيها. ومش بيستكفي بكده، ده كمان بيخلع عين الدكتور علشان يركبها مكان عينه اللي راحت في الحادثة. بعدها بيبدأ ارت يفرتك دماغ الدكتور ويطلع مخه من مكانه ويبدأ يمشي من المكان، ويروح ارت المغسلة علشان ينظف هدومه اللي غرقت دم. وهناك بيشوف واحد نايم بيشخر، لكن ارت بيبقى مش مهتم. وفي الوقت ده بيشوف ارت بنت بتكون بنفس منظره المستفز، ومنبقاش عارفين هي قرينه مسخوطة ولا ايه. المهم بيخلص الراجل الجدع اللي شغال فارم في الناس وبيبدأ يطلع بره، بس يطلع وايده فاضية؟ اكيد لا. في المشهد ده بنشوف الراجل اللي كان بيشخر ودماغه بتسلم على الشهداء، وبنروح بقى احداث الفيلم لواحده اسمها سينا ولا صابرينا معرفش. المهم يعني بنشوفها وهي بتجهز بدله، وساعتها ما بنبقاش عارفين الهدف من تصميمها ايه، بس بتبقى حلوه. ونشوف امها وهي بتعمل شويه كفته، لقيتها جايه لحد هنا وبتتكلم في التليفون، وبنعرف انها بتشتغل في شركه تامين. وبتقول سينا لامها ان اخوها جونسون عايز يتهور ويلبس في الهالوين لبس ارت المهرج، وتهزقه الحاج امه شويه وتقول له خلي عند اهلك دم، ده الراجل طايح بيقتل في خلق الله. وبيرد عليهم الولد الصغير بكل برود وبيقول لهم والله يا جماعه انتوا بتهرجوا، الموضوع مش مستاهل يعني، ده كلاون. وبنشوف الوليه دي وهي وبنتها في المطبخ، وبتقول لها ايه خطتك، وبترد عليها وبتقول لها ان صاحبتها بروكي عامله حفله. بعد كده بتفتح سينا الدولاب في المطبخ وبتوقع كرتونه صغيره من المقرمشات على الارض، وبيبقى مرسوم عليها صوره مهرج صغير بيشق طريقه. وبنشوف الولد الصغير وهو مصمم على اللي في دماغه، ولما بيعمل سيرش عن المهرج بيشوف الضحايا اللي اتسحلوا في الجزء الاول من الفيلم، ويروح لاخته يقول لها انه عايز يلزق قبعه زي بتاعه ارض. وبعد ما يلزقها يمسك سيف اخته سينا وبيسالها على السيف، وبتقول له ده مش للعبه يا حبيب اخوك. وبنشوف سينا وهي على السرير وبتتفرج على التلفزيون شوية وتشوف أغنية للمهرج، وساعتها بتروح في قيلولة وبتتخيل نفسها مع شوية المهرجين دول في التلفزيون، وبتتنقل للحفلة دي. وبنشوف المهرج بيوزع هدايا على كل الرجالة وباقي البنات في الحفلة، وبيبدأ يدي سينا هدية عبارة عن قلب في علبة، ويفضل القلب ده يدق لحد ما يجيب جاز. وساعتها يبدأ المهرج يغربل كل اللي موجودين في المكان، كبير وصغير، حتى الواد اللي بيعمل إعلان لمقرمشات المهرج. وتبدأ سينا في الحلم وتحاول تهرب من المهرج، لكنه بيبقى ماسك مسدس دوكو وبيرش عليها نار بيه. ولما بتصحى من الحلم البرو ماكس ده بنشوف الجناح اللي صممته وهو متعلق وبيولع في مكانه، وتبدأ أمها تدخل وتطفي النار اللي تسبب فيها المهرج الغلبان ده وهو مش موجود. وتبدأ الولية دي تقول لابنها اطلع فوق يلا عشان المدرسة، وتعاتب بنتها على اللي حصل وتقول لها بنوي وتطلع تنام. وبنشوف سينا وهي ماسكة السيف وبتستغرب انه ما حصلوش حاجة من النار اللي حصلت في الحلم. وتاني يوم الصبح تشوف ساين اخوها وهو بياكل من مقرمشات المهرج علشان يتحول لجزار محرات مطرشم. ونشوف المهرج بعدها وهو بيعمل سلاح من رجل كنبه وبيحط فيها سكاكين ومسامير واي حاجه بترن. بنشوف الكلاون الصغيره وهي بتشغل التلفزيون وبتفكر المهرج بذكرياته اللي مش قذره على الاطلاق، وبيبدأ يكسر التلفزيون مرة تانية. وكده كتير يا مهرج بأمانة. ونشوف المهرج وهو في المدرسة بتاعة الواد جونسون المطهر ده، وبيبدأ يلعب المهرج والمهرجة في فار ميت وبيرميه عليه. ونشوف بعدها إيلي مع سينا هما بيقابلوا بروكي وبيتكلموا عن المذيعة اللي فيكتوريا خزقت عينيها في الجزء الأول. وبعدها نلاقي سينا وإيلي هما بيشتروا لها جناحات غير اللي اتشوت في الحريق. وقت ما بتسيبها إيلي بنشوفها وهي بتخبط في المهرج، ويبص بعدها لسينا بكل حب وتكسر قلبه وتمشي. ووقت ما كانت بتحاسب على جناحات النعامة بتلاقي المهرج ارت جنبها بيعمل شوبينج، وفي اللحظة دي بيروح العامل يجيب ليها شنطة، ولما بيمشي بنلاقي ارت جايب زمارة المولد جنب ودانها. ساعتها يزعق له الراجل ويقول له بطل شغل العيال الصغيرة ده يالا مهرج. وقتها تمشي ساينة ويطلع المهرج وراها، لكنه بيكتشف ان النهار بدأ يطلع في الشوارع، فبيقرر يعمل كلوز للباب ويدخل يعمل بارتي كده على الضيق مع عامل المحل. وقتها يقول له المسكين عايز حاجة يا سيدي قبل ما نقفل المخروبة دي، فيحط طبعا المهرج الزمارة دي علشان صوتها حلو وجربها في ودان سينا. يقول له العامل ان الحساب 8 دولار بس، فيبدأ المهرج يحط شنطة الهدايا بتاعته على الارض، طلع منها كمية اسلحة ولا اسلحة ناصر الاسطورة، ويطلع في الاخر الدولارات وهي متبهدلة من الشنطة. وقتها يقول له اطلع بره يالا يا مهرج بدل ما اتصل بالشرطة، وساعتها يديله المهرج بالازازة في وشه
ويسحله بره المكان اللي واقف فيه، علشان بعدها يلبسه الازازه في عينه ويطلع لنا عصير شربات ما حصلش، وكمان يمسك الساطور ويديله بسيف يدود على دماغه لحد ما يتصفى وياخد راسه علشان يتسلى بيها في الطريق. ونشوف ساينة وهي راجعه البيت وبيقول لها اخوها حمصه ان هو شاف المهرج في المدرسه بتاعته، ويجيب لها البوم كان ابوه بيرسمه، وسبحان الله الصور دي بتبقى نفس صور الناس اللي المهرج عمل معاهم الصح. وفي الاخر بنشوف صورة البطلة ساينة وهي مركبة الجناحات اللي خنقتنا بيها من اول الفيلم وماسكه راس المهرج، وبيقول لها حمص اخوها ان دي ممكن تكون اشاره وان روحها هتنتهي على ايديها. بعدها تدخل امه وتسمعه كلمتين في جنابه وتقول لاخته ساينة على اللي حصل منه في المدرسه. وبعدها بيتحايل جونسون على اخته ويقول لها ما تخرجيش من البيت هيتعمل مننا بطاطس محمره، لكنها بترفض. وبنتنقل بعدها في بيتنا وبنروح لبيت إيلي صاحبة ساينة وهي واقفة على الباب وبتوزع هدايا الهالوين. وبنشوف ساعتها بطل فيلمنا منجد البني ادمين ارت وهو بيخبط على باب إيلي، وقتها الغلبانة بتقول له خدع ام حلوة، ويقول لها ارت الحلاوة حلاوة الروح مش بالشكل خالص، ويبدأ يطلع الشنطة ويبقى عايزها تاخد رزقها منها، ولكنها مش بتفهم وبتبدأ ترزع الباب في وشه أول ما تشوف ساطور بوحة الصباح. ارجع لساينة وهي بتتفرج على التلفزيون وتشوف المذيعة وهي بتتكلم عن فيكتوريا الناجية الوحيدة من الجزء الأول، وبتبدأ ساينة تلبس لبس مملكة الخواتم بتاعها وتنطلق في شوارع المدينة علشان تنقذ الأبرياء. وعلى الجانب الآخر بنشوف الإزاز وهو مكسور في بيت إيلي، وبنعرف إن في هاوس بارتي جاية في السكة، ولما بتدخل المطبخ بتتشل حركتها أول ما تشوف المهرج وهو بيشرب شوية مية يبل ريقه وهو بني آدم برضه، وبنشوفه وهو بيجري وراها. وأحلى هاوس بارتي وعلى أجدعها محل جزارة. ونحط ساوند باك جراوند علشان نخوفكوا شوية واحنا بنحكي الفيلم. ولو وصلت لهنا يا ريت تعمل اشتراك في القناة علشان مسلطش عليك المهرج، وده لأن في لسه جزء تالت للفيلم. ونشوف بعدها المهرج وهو ماسك إيلي ونازل في جسمها تشريح بدون رحمة، وساعتها بتبدأ ترن عليها ساينة، وأثناء ما كانت بتحاول ترد على التليفون بيكون المهرج رش عليها كلور وملح علشان يشد وشها مرة واحدة ويتخلع من مكانه. وبنشوف بعدها ساينة وهي بتاخد رأي أمها في لبس مملكة الخواتم، وبترد عليها وتقول لها إن أبوها لو كان موجود كان هيفرح بيها قوي. بعدها تسيب ساينة ومامتها الأوبن مايند وتمشي وتبدأ تروح الحفلة. ونرجع تاني لبيت إيلي ونشوف أمها وهي بتدور عليها، وبنشوف الإزاز وهو مكسور في البيت، ولما بتطلع بتلاقي بنتها قاعدة على السرير ومشوهة تماما وبتبقى شبه ميتة. واول ما تنادي على امها بتبدا الست تصرخ بصوت عالي، وكل ده والمهرج قاعد بيضحك. ده انت كلاون قوي فعلا يا جدع. ونشوف ساينة في الحفلة ومعاها صاحبتها بروكي، وتبدأ تشربها حاجة أصفرة وتقول لها انجوي وكلام كده ضايقني بصراحة. بعدها بتعرفها على صاحبها جيف ويبدأوا يرقصوا كلهم، وبتعرفها بروكي ان هي حاطة ليهم مخدر في المشروب هما الاتنين. ونشوف جرس الباب في بيت إيلي رحمة الله عليها وهو بيرن، وبيطلع ساعتها المهرج للعيال الصغيرة وبيبقى شايل راسها وحاطط فيها الحلويات، لكن الأطفال بيلاحظوا إنها ملزقة، ودي أحلى حاجة طبعا في جرايم الهالوين. بعدها تبدأ الحاجة أم ساينة تتكلم مع ابنها جونسون وبتقوله إن كل الكلام اللي بيفكر فيه غلط، فيبدأ يفرجها على المقالات ويوريها الصور اللي أبوه كان بيرسمها من وحي خياله، فتقول له أبوك كان مغيب يالا، فيشتم أمه ويطلع بره الأوضة ويهرب منها. بعدها بتنزل الجراج عشان تشوف عربيتها متبهدلة وتكلم بنتها ساينة وتشتكي لها وتقول لها ان اخوها خرب لها العربية، وساعتها تقول لساينة انها بتشرب كحول وتقول لها وحياة تربيتك يا حاجة ما شربت حاجة، وتقفل معاها الخط. ووقت ما كانت بتنظف العربية بنشوف ارت من الازاز وهو جوه العربية علشان يطلع الفرد بتاعه ويرشقها طلقة في نص حواجبها، ونشوف راسها وهي بتطير زي كرة البولينج. وتبدأ تيجي لساينة تهيؤات وتتخيل وجود البنت اللي مع المهرج. بعدها تبدأ تتعب ويمشوا من الحفلة، ونرجع تاني لأخو ساينة وهو راجع البيت من خوفه فيتفاجئ بأمه وبتكون قاعدة على الترابيزة ومشوهة تماما علشان يتخض ساعتها أكتر من الأول. ونشوف المهرج وهو بيجري وراه لفوق وده علشان يديله حقنة تنيمه، وفي الطريق بيرن تليفون ساينة وبيكون صوت أخوها جونسون، لكننا بنشوف اللي بيتكلم وبتبقى المسخوطة اللي مع المهرج وبتقلد صوت أخو ساينة، وساعتها بتقول لها تقابلها عند الكرنفال القديم وتقفل الخط معاها. وبالفعل بتوصل ساينة مع
مع بروكي وصاحبها للمكان، ونشوف ساينا وهي بتنزل علشان تدور على اخوها وتبعت لها اراجوزة المهرج رسالة وتقول لها انه موجود في الكرنفال. ونشوف جوناثان وهو بيفوق، واول ما بيصحى بيلاقي المهرجة الصغيرة وهي وشها مشوه زي فيكتوريا تماما. بعدها يطلع يجري، وبنرجع لجيف وهو مزنوق، ولما بينزل يقابله المهرج وبيندمه وقتها انه اتزنق في يوم، ويبدأ يخبطه بالمشرط ويبدأ يفقد الحركة تماما. وساعتها يشد بروكي بره العربية وتبدأ تجري منه لحد ما تنادي بروكي على ساينا وتسمعها. ووقت ما بتدور عليها بيبدأ المهرج يعمل بارتي على الضيق للمرة المليون، ويخلص على بروكي ويطلع قلبها علشان كان على لحم بطنه من الصبح. وتشوف بعدها ساينا صاحبتها وهي جثة هامدة، وتلاقي المهرج جاي عليها وبتلمح اخوها جونسون وراه. وقتها بتنادي عليه وبتقول له اجري يالا، وتخبطه ساعتها بعصايه فيها مسمار في رجله، ويبدأ يمسح بيها بلاط الحمام ويروح علشان يدور على جونسون، لكنه بيقدر يستخبى منه. ولما بيطلع مش بيلاقي المهرج، واول ما بيطلع من باب الخروج بيلاقيه قدامه، وساعتها بيشيل جونسون في وشه. وبنشوف وقتها ساينا وهي بتيجي من ورا المهرج وتضربه برجل الكنبة في ظهره، وتبدأ تديله ضربات متتالية وتسيبها في دماغه وتجري هي وجوناثان اخوها. ونشوف وهي ماسكة ماسورة حديد علشان تدافع بيها عنهم. ولما بيمشوا بيبدأ جوناثان يقف، وبتكون في تماثيل في المكان. واول ما بتتحرك ساينا وتبعد عن اخوها بيبدأ يقوم المهرج من وسط التماثيل ويضرب جوناثان بخيط فيه مقصات. ولما تيجي ساينا تلحقه بيبدأ يضربها هي كمان وتقع جنب اخوها على الارض، ووقتها تبدأ تاخد كل الصدمات مكانه. وفي وسط ضربة من ضربات المهرج مداوي الجراح تبدأ ساينا تمسك المقص وتشده من ايد المهرج، وهتك يا تشريح في جتته. وبعد ما المقص جاب اخره وعلق في وش المهرج بتبدأ تجيب ساينا سيخ حديد وترشقه في ربع دماغه علشان يقع في ساعتها على الارض. ولما تنادي ساينا على اخوها بيبدأ المهرج يخنقها، وبيشوف ساعتها جوناثان ان في سلاح في رجليه. واول ما بيمسك السلاح ويوجهه عليه بيقول المهرج كله إلا أدب السلاح، ويرفع ايده فوق علشان ياخد طلقة اورجانيك من سلاحه ويقع على الارض. وساعتها تيجي لساينا امها وتقول لها ما تخافش، ونشوف اخوها جوناثان بيحذرها وبيقول لها انها مش امها علشان تحط ايديها على دماغ ساينا. وتشوف ساينا كل اللي حصل لامها وتبدأ تصرخ بصوت عالي. وبعدها تدخل ساينا وتلاقي اخوها مرمى على الارض، ويبدأ المهرج يخنقها. وساعتها تف على وش امه وبتقول له تبا ليك ولكل المهرجين اللي حواليك، علشان بعدها يحدفها المكان تحت. ولما بتقع تحت وتقوم بتكون واقفة جنب حوض مية، ويبدأ المهرج يضربها بالسكينة بتاعتها وتقع تحت. ويروح لأخو ساينا ويبدأ يشوف عايش ولا لأ. وساعتها أخوها بيعمل ميت. ونرجع تاني لساينا وهي بتعافر علشان تطلع من الصندوق اللي مليان بالمية لكنها مش بتقدر. ونرجع تاني لأخو ساينا والمهرج بياكل حتة من إيده، وساعتها يصحى ويبدأ يجري منه مرة تانية. ونرجع لساينا علشان نتفاجئ بإضاءة ساموراي جت عند الجزء اللي اتخبطت فيه، ويبدأ جزء من بطنها بينور. ونشوف السيف وهو بينور وهو كمان في مكانه. وبنتفرج كلنا على ساينا وهي طالعة من المية بسرعة رهيبة، وتاخد السيف بتاعها وتبدأ تضرب المهرج في ظهره بالسيف علشان تنقذ أخوها. وتبدأ تديله هي كمان سيف يدود بالسيف يمين وشمال، وتحش رقبته بالسكينة من مكانها. ونشوف الحرباية الصغيرة هي بتاخد راس المهرج وعينها بتنور وتمشي من المكان. ونشوف مشهد تاني في آخر الفيلم، والمشهد ده بيكون موجود فيه فيكتوريا، وده بيبقى في مستشفى مايلرز النفسية. ونشوف جوه عم الناس جيريس جيريكو وهو ضيف شرف وبيشتغل في الاستقبال، وبيكون معاه واحدة من الممرضين. ولما بتدخل على فيكتوريا بنشوفها بتكتب بدمها ارت وفيكتوريا حبيبان، ما هو اصل المشرحة ناقصة قطرة يا حاجة. بعد كده بنشوف الممرضة دي وهي جوه وبتتفاجئ بوجود راس المهرج وبتبقى موجودة في ايد فيكتوريا، وهيفضل ده لغز لحد ما نشوف الجزء الثالث. ولو عجبتكم طريقة التلخيص دي يا ريت تكتبوا لنا في الكومنتات، وما تنساش تسيب لنا كومنت جميل بالفيلم الجاي يا بطل.